ملف التشويش على كأس إفريقيا. نعود إلى آلة الدعاية والتضليل الجزائرية التي سعت في لحظة العرض والفرجة إلى تشكيل صورة أخرى عن المغرب وملاعبه ومنتخبه وجمهوره ومستوى تنظيمه لأهم حدث رياضي إفريقي. دورة كان المغرب التي حظيت بإشادة الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم وأبهرت العالم كانت أيضا موضوع حرب إعلامية رقمية بأتم معنى الكلمة. منذ الوهلة الأولى شككت المنصات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية في الجزائر في جاهزية المملكة لاحتضان التظاهر، وادعت أن الملاعب المونديالية هي محض ذكاء اصطناعي. ولما حانت ساعة الحقيقة اختار موفدو الإعلام الجزائري إلى المغرب خلفيات سوداء أو مواقع جمع القمامة للقيام بمراسلاتهم بهدف التعتيم على الصورة الحقيقية للمغرب. هذه الدعاية الفجة شككت أيضا في نزاهة التحكيم وفي جاهزية الكرة المغربية التي راكمت التتويجات من الشان إلى كأس العالم وفي مختلف الفئات السنية وفي الجنسين معا. أخبار كاذبة، تأطير منحاز للأحداث، تضخيم للتفاصيل لأي حادث فردي وتحويله إلى قضية رأي عام عابرة للحدود، وخطابات عنصرية، كلها شكلت وقود الدعاية الإعلامية التي قادتها المنصات الجزائرية على طول المنافسة من أجل تسميم أجواء الكان وإرباك جزء من الجمهور الإفريقي على المنصات الاجتماعية، وأيضا تكثيف الضغوط وتسييس اللعبة بهدف عزل المملكة عن فضائها الإفريقي الحيوي. ومن بين أهداف التشويش بغرض الإرباك الفوري واستراتيجيات بناء سردية مزيفة عن المغرب لتسويد صورته لدى المنتظم الإفريقي، تحركت الدعاية الجزائرية في فضاء رقمي مكشوف بدا فيه من الفاعل ومن المقصود. أهلا تقرير لكلثوم الحاسية حول تجليات. حينما ترتفع الأصوات ويتعالى الضجيج وتشتغل آلة التضليل وراء شاشات الحواسيب والهواتف للتجييش ولشحن العواطف والركوب على الأحاسيس ذرا للرماد في العيون، فاعلم أن المملكة المغربية آلمتهم. السلام عليكم المغرب. نجاحها أقلقهم، وحينما يحدث كل ذلك يفسح المجال لصوت الحكمة فوق الانفعالات وصخب الملاعب ومواقع التواصل الاجتماعي. عقلانية ورصانة معهودة يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وإفريقيا تعرف القادة الحقيقيين جيدا في الأزمات والصعاب. جلالة الملك القائد الإفريقي ينصت جيدا لصوت إفريقيا، بيته القاري. والروابط مع إفريقيا لا تحكمها العواطف ولا يؤثر فيها حماس المدرجات. استراتيجية ضاربة في عمق التاريخ وقناعة ملكية راسخة بوحدة مصير قارة قوية ومتضامنة. المغرب يستثمر في القارة الإفريقية كل ما يملكه ويتقاسم معها الخبرات والكفاءات ويتقاسم معها كذلك الرؤية الاستراتيجية من أجل النهوض بها، وبالتالي لا يوجد هناك شيء في حساب المغرب يمكن أن يعيقه عن التقدم في هذا الطريق. وبالتالي أقول لكم بأن ما حدث سواء كان بإيجابياته أو بسلبياته يشكل مادة في اختبار صلابة وقوة علاقة المغرب بعمقه الإفريقي الذي لا يظن عاقل بأنها يمكن أن تتعثر مهما كانت التحديات. وكرة القدم لعبة إلى جانب سحرها الشغف بها مزيج من الفرح والبهجة بين المحبين والمشجعين والحالمين. عند صافرة النهاية على الجميع الاحتكام لقانون اللعبة، قانون اللعبة الذي يعيه المغرب جيدا. وطن فتح أذرعه لإفريقيا وسيستمر في فعل ذلك لأنه ببساطة أسلوب عيش أمة ونمط حياة وطن.